السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم وصفة العيش أو البركوكس الحار الأصيل على طريقتي. نروح مباشرة إلى المقادير. عندي أول شي صدر الدجاج. هنا الوصفة هذه نجيب لحم البقر من الأفضل، لكن اللي ما عندهاش الدجاج ولا اللحم تقدر تعوضها بالخليع. أنا عندي 3 حبات طماطم مسكرفجة، كمية من الفول اليابس، عندي حوالي ملعقتين من الكليلة، وللتوابل عندي ملعقة كبيرة ملح وراس الحانوت وفلفل أحمر حار و4 فصوص ثوم. وهنا عندي الفرماس، اللي ما عندهاش الفرماس تقدر تعوضه بملعقتين كبار سكر. هنا عندي حمص، أنا رنختو أو شمختو ليلة قبل. عندي كزبر وفلفل الأخضر الحار، 3 ملاعق كبار طماطم مصبرة مع ملعقة صغيرة نتاع الهريسة. أول شي نعملو هو في مهرس نهرس الفلفل الحار الأخضر مع الثوم مع ملعقة صغيرة من الملح باه تقدروا تهرسوهم، وفلفل أنا ضفت فلفل الأحمر اليابس الحار. وهنا في طنجرة أو كوكوت نحط كمية من الزيت حوالي 4 ملاعق كبار، واللي تحب تضيف الشحمة تضيف. ومن بعد نحط صدر الدجاج نضيف له الدرسة اللي هرستها مع توابل طماطم 3 حبات مسكرفجة، طماطم مصبرة والهريسة والحمص والفول اليابس والكليلة. والكزبر. من بعد حطهم على النار خلوهم يتقلوا مدة دقيقتين على الأقل. أنا هنا الفرماس غليته الغلية الأولى رميت الماء، من بعد الغلية الثانية نحيت الفرماس من هذاك العظم نتاعو وضفته مع المرق كي مرقت يعني توابل. قفلت الكوكوط خليت الدجاج حتى يطيب، من بعد ضفت العيش اللي فتلته. راح نحط رابط الفيديو. اذا هذا هو العيش، زينته بكزبر او دبشة او حشيش، كل منطقة وكيفاش يسموه. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم، واذا اعجبكم الفيديو المرجو الضغط على لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديدة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.